السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. المهم في اطار توجاد العيد الفطر المبارك ان شاء الله باذن الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. غنوجدوا ان شاء الله باذن الله هاد البهله هادي، راه حلوه تقليديه معروفه وضروري تكون هكا موجوده في الطبيله المغربيه. هانتوما كيفاش كتجي ما شاء الله كلها مفقعه وزوينه. المهم نعطيكم مقادير مضبوطه كيف العاده، فيلا ان شاء الله نوجدوها باذن الله. فنبداو على بركه الله. دابا غنصايبوا البهله. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق مع كاس ديال سنيده. بغيتو ديروا السكر كلاصي ديروه، انا كندير صراحه سنيده باش كتجيني مقرمشه. واحد قبيصه الملح، واحد معلقه صغيره ديال القرفه. ممكن ديروا حتى هذا داك فلون كراميل اللي بغا يديرو على حساب اللون. نخلط هادو. وعندي هنايا ساشي ونص ديال الخميره الكيماويه ما يعادل واحد 12 غرام. وعندي كاس ديال الزيت د العنبه. وعندي هنايا واحد القبيصه ولا الا بغينا نقولوا نص معلقه صغيره مع مراش ديال الخميره الكيماويه. وهنا عندي 125 غرام ديال الزبده دايبه. انا خلطت ما بين الزبده الحيوانيه والنباتيه، ممكن ديروا نتوما وحده فيهم. غنخلط هادو بعدا هكا، نحاول انني نبسبسهم، عاد نزيد باقي المكونات اللي عندي هكذا باش كنتحكم فيها اكثر. وهنا الزيت راه ما كنضيفوهاش يعني كامله، كنضيفو شويه بشويه. انا ضفت نص ثلثين الا بغينا نقولوا ديال الكاس. نخلط هكا باش ما تجينيش عاوتاني هشيشه اكثر من القياش. ها نتوما هكا نحاول انني نمعكها مزيان هكا. نزيد كميه اخرى اللي بقات لي ديال داك الكاس هكا ونخلط. دابا غنعركها مزيان. انا البنات هنا راه باقي ما ضفتش الزنجلان وهذا، لان باش نقدر انني نعركها بلا ما يبقى يديرونجيني داك الجنجلان في هذا في يديه. نعركها هي الاولى هكا حتى نتاكد ان يعني خدات القياس ديالها ديال الليدام مزيان. عاد نزيد الشيء الاخر، اولا ممكن ديروها في العجانه اولا تديروها هكا في الحكاكه اللي بغيتو. هانتوما ها هي شوف فريمون تعرك باش تعطيكم نتيجه زوينه، باش ما تبقاوش تزيدوا غير يعني الزيت هكاك هكاك تتقولوا لا راه باقا ما دارتش، راه خصها العريك هكا. هانتوما هي كتبان لكم ان بدات كتجمع. انا غنستمر بنفس الكيفيه حتى نعركها مزيان وديك الساعه نتلاقاو. صافي هانتوما من بعد ما عركتها هي كتبان لكم ان بدات كتجمع، ولكن مازال غنزيد ليها واحد معلقه تقريبا لان باقا كتحل ليا. هانتوما شفتوا خاصها اون فوا تجمع، ولكن قبل غنضيف ليها بعدا الزنجلان. هانتوما هنا البنات خديت الزنجلان نص، عندي تقريبا واحد كاس وربع ديال الزنجلان. نص خليته هكا صاين ونص هكا طحنته هرمشته هكا بليطو. وعندي هنا تقريبا واحد كاس وربع ديال اللوز بالقشره ديالو. انا خليته الصراحه بالقشره كيعجبني فيها. حتى هو حمرته وطحنته وغنخلطهم دابا هكا ونزيد ليهم داك ربع كاس اللي قلت لكم مازال ديال الزيت هكا. وصافي ونبقى نعرق فيها حتى تجمع ليا. هنا البنات راه دائما كميه ديال الليدام اولا ديال الزيت اللي كتخصنا راه كتكون على حساب يعني حتى الطحين واش تيشرب واش ما تيشربش. فهمتوني هادشي كامل كيكون عامل اللي خصنا نديروه يعني في الحسبان. صافي هانتوما نبدا نخلط هكا. ما تنساوش هادي الخميره نزيدها دابا انايا
ونكملوا التخلاط ديالنا حتى تبدا تجمع وتكور، وديك الساعه نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. صافي ها هي البنات الشغل بعد ما تعركات مزيان. انتو راه كتبقى هكا كتبان لكم انها مفرته هكا، ولكن راه كتجمع. غير خصها صراحه ليك ولا ديروها في العجانه احسن. انا دي فوا كنديرها في العجانه نيشان. صافي ها نتوما فوا كتبان لكم هكا بدات كتجمع. صافي وكتقدروا انكم تشكلوها كويرات. صافي فكتحبسوا عليها ليدام وكلشي. صافي ها هي وتبداو تشكلوها وديروها يا اما الا كانت عندكم لاطه ديال البهله احسن، لان كتجيبها هكا مفقعه وكثر وكثر. ما كانش ديروها في لاطه عاديه. ها نتوما البنات هي من بعد ما خرجت من الفران هذه ها نتوما ها هي كيفاش كتجي راسها كتجي مشقه. هذه ديال لاطه عاديه ها نتوما هي من التحت كيفاش كتجي مشقه، غير هي ماشي بحال ديال اللاطه. انا نوريكم الاخرى. شفتوا الاخرى كيفاش كتجي ندير باقا سخونه. غنوريكم ها هي هذه ديال شا كتجي مقعره. هذه باللاطه ديال البهله الاصليه. فاذا كانت عندكم اللاطه راه من الافضل انكم ديروها فيها. ما كانش صافي كديروا غير الاخرى حتى هي كتجي مشقه، ولكن كيف شفتوا يعني ماشي بديك الدرجه ديال هذه. ها هي البهله ديالنا من بعد ما وجدات. هانتوما كيفاش كتجي ما شاء الله مفقعه وزوينه وهشيشه. المهم هانتوما هذه راه هذه اللي مقعره راه ديال اللاطه ديال البهله كيف قلت لكم، وهذه ها هي حتى هي كتجي مشقه. غير في اللاطه العاديه ما كيجيوش كتجي مشقه، ولكن ما كتجيش هكا مفقعه اكثر بحال هذه. فالمهم المقادير راكم شفتوهم، الطريقه شفتوها، يعني راه كلشي باين. نتمنى ان الوصفه ديال نهار اليوم تعجبكم وتجربوا هذه البهله هذه بالطريقه ديالي، وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. وكنقول لكم الى وصفه مقبله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.